السلام عليكم متابعيني الغاليين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مساء الهنا والخير والسعادة. الشتا يعني بطاطا. بنشتري البطاطا نغسلها كويس نحدفها في الفرن وناكل أحلى بطاطا مشوية. طب ما تيجي نغير شوية ونعملها بطريقة مختلفة. هندلع البطاطا، بصراحة هندلعها شويتين وهتطلع معاكي أحلى بطاطا في الفرن. يلا بينا على طول نبتدي. أنا هنا استخدمت 1.5 كيلو بطاطا. غسلتها كويس جدًا أكتر من مرّة، إحنا عارفين البطاطا بتحتاج غسيل أكتر من مرّة، لغاية ما نتأكد إن هي نطفت تمامًا، وبعدين نقشّرها بالطريقة دي. قشّريها كده كويس. أنا مي شاهين، لو لسه أول مرّة تشوفيني يا ريت بقى سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو، وقولي لي رأيِك في الكومنتس وإيه الوصفة اللي أنتِ عايزاها المرّة الجاية عشان نعملها مع بعض. أنا هنا خلاص قشّرتها كويس كده، وبالسكينة برضه اتأكد إن كل حتّة اتقشّرت كويس. هاعمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة. وبعدين هاقطّعها شرايح. الشرايح بتكون زي ما أنتِ شايفة كده، مش رفيّعة أوي ومش سميكة أوي. الخطوة دي هتوفّر معاكِ وقت وهتستوي معاكِ بسرعة. يعني الصينية دي بجد نُص ساعة هتكون جاهزة. وصفة غنية جدًا، هتودّيكِ البطاطا كده في ناحية تانية خالص. شايفين؟ أنا حطيت بقى كل الكمية اللي عندي كده في صينية، وهاضيف عليها ربع كوباية سكر. السكر هنا حسب الرغبة، بس بجد طلعت معايا مضبوطة جدًا. ربع كوباية سكر على 1.5 كيلو بطاطا، وكوباية مَيّة كبيرة، وهارفعها بقى على النار وهاغطيها. هتاخد معايا حوالي ربع ساعة، نار متوسطة، لغاية ما تستوي تمامًا. هاجي هنا بقى في كسرولة هاحط فيها كوبايتين لبن أو حليب زي ما إحنا بنقولها في بعض الدول، زي ما أنتم شايفين كده. وبالمناسبة طبعًا باشكركم جدًا على تعليقاتكم الحلوة، بجد بابقى مبسوطة جدًا وأنا شايفاها وبارُد عليكم. شكرًا ليكم متابعتكم ليّا، وشكرًا لتعليقاتكم اللي زي القمر واللي دايمًا بتشجعوني. هنا كوبايتين لبن، هاحط عليهم 3 معالق سكر، وكمان هاضيف معلقتين كبار نشا. يبقى كوبايتين لبن، 3 معالق سكر، ومعلقتين كبار نشا، اللي هو حجم الكيس اللي أنتم شايفينه ده. هنا بقى المكون السحري اللي هيوديكِ البطاطا في ناحية تانية خالص، بجد طعمها رهيب، روعة. الكريم كراميل، طبعًا الباكت ده مشهور جدًا وفيه كذا نوع. هاجيب كده معلقة من الباودر بتاعته، والصوص الكراميل ده هنحتاجه بس في الآخر. هاقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعض. يبقى معلقتين نشا، ومعلقة باودر الكريم كراميل، وكوبايتين لبن، وعليهم 3 معالق سكر. زي ما قُلت لِك السكر حسب الرغبة. هنقلب كويس جدًا على البارد، وبعدين هنرفعه على النار. نار طبعًا متوسطة، وإحنا عارفين طالما فيه نشا يبقى إحنا هنقلب على طول، مش هنسيب المضرب. زي ما أنتِ شايفة كده هنقلب. أول بقى ما تبدأ إن هي تغلي وتدّي كده زي ما أنتم شايفين كده الفقاعات دي من على الجنب، هنقلب بقى كده بسرعة بقوة شوية، علشان ما تكتّلش معاكِ، وهتطلع معاكِ انسيابية زي ما أنتِ شايفة كده وكريمية جدًا. ممكن بقى في المرحلة دي تضيفي عليها معلقة سمنة بلدي. أنا الصراحة ضِفت بس مش عارفة ليه مش واضحة في التصوير. آدي كده البطاطا بعد ما استوت، زي ما أنتِ شايفة كده، تستوي تمامًا، يعني إحنا عايزينها تبقى بيوريه كده. هاتي بقى الهراسة بتاعتِك واهرسيها كويس. مش عايزة أقول لِك الريحة عاملة إزاي، يعني إحنا لسه أصلًا ما عملناش حاجة وريحتها ملِت البيت ما شاء الله. لو عندِك بقى ضيوف كده وعايزة تعملي صنف حلو وسريع، بجد هو ده الاختيار الصحيح. ولا بقى هتهتمي بسِوَى مضبوط أو مش مضبوط، هي بُصّي بسرعة كده، تسلقيها وتحطي عليها الطبقة بتاعتها من فوق وخلاص. هنا بقى ضِفت معلقة سمنة، بتخلّي البطاطا كده طعمها غني وناعمة جدًا. هاجيب بقى صينية التقديم، هارُشّها كده رشة سمنة، هادهنها كويس، وبعدين هانزل بالبطاطا. طبعًا هنا كانت الصينية صغيرة شوية، فأنا هاعمل على قد الصينية بالضبط. هارصّها بقى كده، وحاولي بقى تسويها على قد ما تقدري.
شايفين بالطريقة دي كده. كده تقريبا احنا خلصنا الوصفة. هدخلها بقى الفرن علشان تحسي بان هي مشوية، مش بس مجرد ان هي بيوريه مسلوقة، لا، تحسي ان البطاطا معاكي مشوية تديكي طعم الشوي. دخليها الفرن شوية على الشواية لغاية ما تتحمر شوية زي ما انتي شفتي كده، وبعدين انزلي بالصوص ده كده بطبقة بقى النشا مع الكريم كراميل اللي انتي عملتيه. طعمها رهيب، طعمها حلو جدا. وبرضه دخلتها الفرن تاني على الشواية، اخدت تحميرة بسيطة، وبعدين استخدمت صوص الكراميل كده من فوق. روحي وتعالي كده بيه، اعملي خطوط رفيعة، اي شكل بقى كده عشوائي هيديكي شكل حلو جدا في الاخر زي ما انتي شايفة كده. وهاتي بقى بستيك بتاع الشيش طاووق كده وروحي وتعالي، هيديكي شكل زي ما انتي شايفة. وبعدين بقى قطعيها وقدميها بقى بألف هنا وشفا، بجد وصفة تحفة طعمها جميل جدا. يا سيدي، انا عايزاكي تبقي هنا معايا بقى وتشمي الريحة ولا تدوقي الطعم. مظبوط جدا، ما شاء الله، تحفة. لو عجبتك الوصفة لايك بقى كتير للفيديو وسبسكرايب للقناة، وقوليلي في الكومنتس رأيك ايه، وبرضو اكتبيلي تحبي نعمل وصفة ايه المرة الجاية.